هذه عظمة، هذه عظمة، وهي هاي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبادتنا، صلاتنا، صومنا، هذه مقومات الدين. الدين شنو؟ الدين التواضع. تواضع الدين المعاملة، والتواضع هو واجهة المعاملة. أنت إذا عاملت إنسان في بيع أو في شراء وأنت مستكبر ومستنكف عليه، هذا يصير عنده حالة من الانزعاج والامتعاض. هذا واحد يبيع عسل، واحد يبيع طرشي، زين، أو حلوى وطرشي، في قل له أبو العسل لأبو الطرشي، قل له ليش أنت الزباين وشوف مجتمعين عليك كلها تيجي تشتري من عندك، أنا ماكو أحد يشتري من عندي، هذا الدكان متروس عسل والشراية قليل وأنت هواي يجون يمك، رغم أنت اللي تبيع طرشي، تبيع فتشي حامض، وأنا أبيع حلوا، فلماذا هم مجتمعون عندك؟ قال له أو طرشي، قال له أنت تبيع العسل بوجه مالح أو بوجه مر أو بوجه طرشي، وأنا أبيع الطرشي بوجه عسل أو حلواني وما شاكل على حسب المهنة. اللقاء البشر بالوجه الحسن الطيب الخلوق، هذا هو المطلوب. إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إذن هذه المزية الثانية، وأختم بالمزية الثالثة، ومزاياها كثير ولكن لأن مجلسنا لا يحتمل أكثر من دقائق. فالمزية الثالثة لأم البنين صلوات الله وسلامه عليها، التي ربما قد لا يلتفت إليها كثيرا، وهي موتها. الروايات تؤكد أنها ماتت مسمومة سلام الله عليها، لأنها كانت لا سيما في آخر أيامها دائمة اللعن لبني أمية لقتلة سيد الشهداء، فدس إليها مروان عليه اللعن وسوء العذاب سما زعافا. قد ورد هذا في كتاب منهج الفاطميات وغيره من حيث المصدر. وأنها أيضا ما ماتت مقتولة مسمومة كخاصية أخرى قبل مقتلها، إلا وقد فقدت بصرها عن 56 عاما، يعني بعدها قوة، بعدها بعافيتها، فقدت بصرها لكثرة بكائها على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. لذلك فقد ذكروا أنها كانت ترسم 4 قبور تسنم أو تقدم على هذه 4 قبور رسما أكبر منها، وهو لقبر الإمام الحسين، تتصوره مع أولادها 4 أمامها وتنعاهم وتبكيهم وتبكي عليهم وتحزن على فقدهم. لذلك